صباح الخير. النهاردة هحضر معاكم صوص الكراميل ده اللي استعملته في وصفات كتير زي الكيكة التركية وتمر الضيافة. الطريقة دي ناجحة جدا وبمكونين بس ومش بنحتاج فيها للهاند بلندر. أول خطوة على نار هادية جدا علشان نقدر نتحكم في درجة اللون. نضيف ووك على النار ونضيف فيه نص كوب من السكر العادي. الووك يكون لونه فاتح علشان لون السكر يكون واضح لينا. لما السكر يبدأ يتكرمل من الأطراف نقلبه كده من بره لجوه لحد ما يتكرمل كله ونتأكد إنه داب. نضيف عليه نص كوب مية بدرجة حرارة الغرفة، وانتبهوا لأن درجة حرارة السكر بتكون عالية جدا. لما يغلي نضيف عليه 75 جرام من الشوكولاتة البيضة مع التقليب المستمر بالويسك لحد ما الشوكولاتة تدوب. هنضيف عليها رشة ملح ونرفعه بعدها من على النار. لما يهدى شوية هنضيفه لبرطمان ونحفظه في التلاجة ممكن ل3 شهور. ده قوامه بعد ما برد تماما ولسه كمان هيتقل لما يدخل التلاجة. جربوا صوص الكراميل بالطريقة دي هتعجبكم جدا. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة اضغطوا على لايك، وإذا حابين يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد اضغطوا على سبسكرايب وعلى الجرس واختاروا قول أو كل.